فانت لو فضلت بنفس اللي انت فيه ده، ما تجيش تلوم نفسك وانت جايب 50 و60%. عامل ايه؟ بص، انت ما دام ضغطت على الفيديو ده، انا وانت عارفين اللي فيها، انت ضايع سكه ودغري، انت ضايع، انت مفيش. تمام. انا مش جاي نهزر او اجلد ذاتك او اي حاجه، هنتكلم مع بعض جد من اخ لاخوه، فاهمك بص كل اللي فيها. واعتقد مش تحتاج ولا كلمه بعد الفيديو ده. يمكن سمعت في فيديوهات كتير يقول لك مش تحتاج ولا كلمه، بس للاسف انا اقول لك كلام حقيقي والله يزعلك بقى. يمكن يفوقك وفعلا تبدا تذاكر. كلام ممكن اكبر من سنك شويه، يعني هو مش مناسب لسنك دلوقتي، بس هيفتح دماغك شويه. هيفتح دماغك، هيفتح دماغك شويه. يمكن مش هتسمع الكلام ده كتير بس هو واقع. حلو. انت ضغطت على الفيديو ده لان انت فاكر ان في خطه مثاليه هتخليك تجيب 97% والله بمذاكره شهر. بص، انت للاسف دايما بتقارن نفسك او بتحط نفسك في ظروف مش ظروفك. بص، انت ولا الناس دي في مكانك، ولا في مكان في ظروفك بتاعت اهلك، ولا في اي حاجه. تمام. فهما ما عاشوش اللي انت عشته، كل واحد ليه تجربه لوحده، فما تحاولش تحط نفسك مكان حد. تمام. حتى لو انا بحكي واقول لك انا عملت وسويت وكده، انا دماغي في الاول والاخر مختلفه عنك كده كده. يعني حتى لو احنا ظروفنا كلها زي بعض، 100% دماغي انا وانت مختلفه. فمفيش خطه كلنا بنمشي عليها، بس في منهج انا وانت مطلوبين اللي احنا نخلصه. بص، المنهج ده انا كده كده كنت عامل له بلان موجوده على تليجرام، هتلاقيها بنلمها في 30 يوم. انا دلوقتي ادهم هروح، انا هبدا من الباب الاول. والله صحابي وصلوا للباب ال 15. بص، انت لو فضلت تقول كده، انت حرفيا بتقول كده ممكن من شهرين ثلاثه فاتوا. تمام. انت بتقول كده وهتفضل تقول كده وهتفضل دايما كده، فانت لو فضلت بنفس اللي انت فيه ده، ما تجيش تلوم نفسك وانت جايب 50 و60%. ده واقع، انا مش بقفلك، انت ده واقع. طول ما انت مش بتبص لنفسك بعد 15 يوم من البدايه، تمام، وتشوف انت هتوصل فين. لان والله انت دلوقتي في الباب الاول، طب بعد 15 يوم انت تشوف هتكون فين في كل ماده. تمام. لان انت كنت كده مثلا برضو من 20 يوم او من شهر وما عملتش حاجه، فضلت مكانك. فاهم؟ برضو انا اتكلمت في الحوار ده على تليجرام، بس عايز افهمك حاجه. التعليم طول عمره بيفرق معاك في كل حاجه في حياتك. تمام. فانت لو مش قادر تلتزم وتقعد تذاكر من غير مقارنه، تمام، يعني فاكر دايما النصيحه بتاعت الناس اللي بتقول لك اقفل السوشيال ميديا. هو انت مضطر تقفلها في الفتره دي لان الفتره دي اكتر فتره بتاعت مقارنات. يعني ايه اكتر فتره بتاعت مقارنات؟ يعني والله لو انت فتحت تيك توك ولقيت ان كل الناس اللي حواليك مراكمه، تمام، انت هتكون مبسوط. تمام. انت بتحب المستنقع اللي كل الناس فيه فشله، فانت عايز تكون والله ده انا مش لوحدي بقى. فاهم؟ هتلاقي نفسك انت الوحيد اللي جايب 60% و50 والناس كلها جايبه مجاميع عادي. حلو قوي. ولو حطيت نفسك في البيئه اللي الناس كلها برضو فيها بتذاكر، تمام، وانت الوحيد اللي مش بتذاكر، هتحس برضو نفسك انك قليل. تمام. بل وكل الناس اللي جنبي لما الدنيا، فبرضو ممكن تكتئب وما تذاكرش. تمام. وتحس ان المده دي صغيره. ففي كلتا الحالات اقفل سوشيال ميديا، اقفل على نفسك، حتى اصحابك القريبين مالكش دعوه بيهم الفتره دي. تمام. طيب التعليم بقى، نرجع للنقطه بتاعت التعليم بيفرق. لان انا بشوف ناس شغاله باسطوانه ايه، والله ده ايلون ماسك مثلا مش خريج كليه طب، وشوف ما شاء الله عنده فلوس قد ايه وثروه وبتاع. حلو قوي، ايلون ماسك شخص ملتزم عادي. تمام. انت مش قادر تلتزم وتذاكر، ما تبررش ده وتقول اصل ايلون ماسك مش غني ومش خريج كليه طب وبتاع. والله هو بيعرف يلتزم وبيعرف يشتغل، تمام، وبيعرف يعمل كل حاجه. انت مش عارف تلتزم، مش عارف تذاكر. فهتفضل طول عمرك عادي في نفس الحاجه دي لو انت مش قادر تلتزم في حاجه بسيطه. ليه؟ لان التعليم طول عمره بيفرق. حتى لو انت، انا كنت برضو قلت دي، لو انت ولد ورايح تتقدم لبنت، رايح تتجوز، تمام، عيب لما تكون قاعد في وسط ناس، تمام، بيتكلموا في حاجه وانت مخك ضيق، انت فاشل. على فكره التعليم بيفتح دايما المخ، دايما كل ما تضيف لنفسك حاجه فهي بتفرق في شخصيتك. تعلم لغه جديده بتفرق في شخصيتك، تعرف تتعرف على ناس كتير، تعرف تتكلم، بتعرف تكون واثق من نفسك. كل ما تبقى انت مكانتك عليت، تمام، حتى شهادتك عاليه شويه، تكون واثق من نفسك كده. فاهم؟ بتقول الكليه وانت مش محروج مثلا. تمام. تقعد مع الناس وانت عارف تتكلم وانت ليك مكانتك. هو مش التعليم بس اللي بيعمل لك كده، التعليم، الفلوس عادي. الفلوس دي انت هتجيبها بدماغك، دماغك دي انت تقدر تطورها بسبب التعليم. ممكن الكليه ما تفرقش في اللي هو في الشهاده انك تشتغل بيها، بس اوريدي هتفرق في دماغك. لان كل بيئه انت بتبقى محط فيها، يعني في كل بيئه انت بتتحط فيها بيبقى حواليك ناس. الناس دول برضو بيكون لهم تاثير على تكوين شخصيتك. بمعنى لو انت اتولدت مثلا في قريه فقيره، تمام، كل الناس اللي حواليك تفكيرهم محدود جدا، هم ما بيحبوش يجربوا حاجه. هتفضل طول عمرك لو فضلت مقفول على البيئه دي من غير ما تخرج من المكان ده وتروح مكان تاني مثلا، هتفضل طول عمرك شبه الناس دي
وبتخاف انك تجرب، بتخاف انك مثلا تعمل ده. فلما تحط في بيئه كل الناس اللي فيها مثلا دماغها عاليه مثلا وكويسه وناس بتفهم، فانت اوريدي هتفهم حتى لو انت كنت مثلا دماغك مقفله ومش فاهم الدنيا. فالتعليم بيفرق، التعليم كده كده بيفرق. تمام. ففكك من عنوان الفيديو وتعالى اسمع كلمتين فعلا يفرقوا في حياتك بره عن كل الهري اللي انت عايش فيه ده. تمام. فاول حاجه لازم تكون واضح مع نفسك. والله انا عندي 1 2 3 4، انا لامم من المنهج ده برضو 1 2 3 4، انا ناقصني ايه؟ هات ورقه واكتب. مفيش حد هيجي يساعدك. انا مش هاجي دلوقتي اقول لك والله انا عملت 1 2 3 4، والله انا جبت في الكيمياء بسبب مستر كذا وكنت باخد مع مستر كذا. مستر كذا ده لو هو احسن مستر في الدنيا، تمام، طول ما انت مش فاهم منه هو اوريدي مش احسن مستر بالنسبه لك. فاهم؟ فالمراجعات برضو عشان اللي كان حصل من كذا يوم كده مع مستر معين بينزل شرح قديم. انا ما علينا من المستر، ما بحبش اركب ترند على قفا حد يعني. تمام. بس كنت عايز افهمك انت ازاي تختار المدرس حتى بينزل شرح قديم جديد ما بيفرقش. بس انا بس عايز اقول حاجه لمستر عبد الجواد. ما علينا من مستر، انا مش هتكلم عنه ابدا. تمام. بس انا هتكلم عن التيم بتاعه شويه بس في حته صغيره، انه يشغل بس ناس ترد على الناس كويس حتى، عشان دي في وشه كده كده. يعني مثلا لو التيم هو مشغل ناس منهم اكيد ناس محترمه وناس مش محترمه، مثلا انها ترد على الناس بطريقه وحشه، او ان يكون حد بيسال سؤال مثلا فانت ترد عليه بكوبي بيست الرساله، بترد على الكل بنفس الحاجه، يعني عبره. فاهم؟ عبره. انا عارف انك بتبقى مشغول ومضغوط بس عبره. تمام. او انك الحاجات اللي كانت بتحصل على واتساب والضحك والحاجات دي، ف يعني انا مش عايز اذكر اي حاجه. تمام. يعني دي حته كده في جنب الفيديو، بس لو حد من التيم بيتفرج دايما على الفيديوهات لانه بيبقوا متابعين السوشيال ميديا، فبقى يعني ايه، احسن للناس حتى بطريقه الكلام، لان انت ده شغلك. فرد على الاقل فهمهم الدنيا، حتى لو المستر على صح، يعني المستر حتى هو صح وتمام فبرضه ردوا على الناس كويس، مش اكتر من كده. تمام. معانا من الحته دي ونرجع لحته ازاي تختار مراجعه صح او مستر كويس تكمل معاه. والله انت محتاج من المراجعه 3 حاجات، مش محتاج حاجه رابعه تاني. اول حاجه، تمام، يكون شرح هو يعني مش سريع، تمام، ومش بطيء. يعني هي ايه، اقول لك زي ايه، يعني حاجه تلم لك الدنيا دي وهي مش في ساعه ومش في 10 ساعات. فاهم؟ ومستر تكون بتفهم منه وبتقدر تحل. انا كادهم مقتنع دايما بكده، لان انا ما كنتش بتعب في الحته دي. انا والله المستر ده بفهم منه بعرف احل، يلا بينا. تمام. ما فيش عندي اي اختيارات تانية. مش هقعد بقى افتح فيديو بتاع والله المدرس ده انا جربته وجبت 99، المدرس ده انا جربته وجبت 88، المدرس ده ما تجربوش جبت 30 من 60. انا دايما مقتنع ان كل واحد ليه تجربه وكل واحد ليه دماغ. فكك من الهري اللي انت عايش فيه ده وتروح تسمع الفيديوهات دي، مش تعمل لك حاجه. المهم في الفتره دي عشان تستغلها صح فعلا، بلاش تبص لها على انها فتره كبيره، بلاش تبص لها على انها فتره صغيره. يعني ايه؟ يعني لو انت ضيقت دماغك وضيقت قدراتك لدرجه انك فكرتها انها مده صغيره، في غيرك بيستغلها عادي جدا. تمام. عادي جدا، وهيجيب فيها مجموع وهيبدا كانه بدا من اول السنه. تمام. بتلاقيه بيذاكر 14 ساعه و15 ساعه وعارف ان المده دي هو ما فيش غيرها، ما فيش غيرها، وماسك فيها بايده واسنانه. او يعني مثلا ده شوف بيتقال ازاي، هو كده ليه. ما تختارش الحل الاسهل. انا والله هاجل الماده دي، انا والله هاجل السنه. بص، الفاشل فاشل سكه ودغري، الملتزم ملتزم. لان هقول لك على حاجه، لو انت ما جربتش تلتزم قبل كده ورميت شماعه اللي هو والله انا لو عندي وقت هعمل، انت لو عندك وقت مش هتعمل. معلش، لو لان مطبق فعناية بتدمع يعني. ليه بقى؟ التأجيل ده بيكون لشخص والده مثلا توفى، هو تعب دخل المستشفى عمل عملية، والدته مثلا توفت بعيد الشر، او والده زي ما انا قلت، اي حاجة بيكون حصل له ظرف فعلا هو اتدمر نفسيا فيه. مش والله مش قادر يذاكر، مش قادر يذاكر دي مش قادر تذاكر ليه؟ يعني ايه فاقد الشغف؟ يعني ايه فاقد الشغف؟ فاهم؟ انت يعني انت عملت ايه في السنة عشان تفقد؟ يعني ايه اصلا فقدت شغف؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني فقدت شغف مذاكرة؟ انا ما كنتش قادر اذاكر. لان في حد في نفس ظروفك بل اسوأ وعمل وانت ما عملتش. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تمام. وانا دلوقتي هلاقي شخص تحت يجي لي في الكومنتات هيقول لي هو انا لو بدأت دلوقتي هلحق يا ادهم؟